لا يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم المختصة بهم، ومنها هذا العيد الذي يسمونه عيد الميلاد. لا يجوز باتفاق أهل العلم، فليست مجال اجتهاد أو اختلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. الأمر خطير. هؤلاء الناس الذين يتساهلون في هذه القضية، أهل العلم يتكلمون عن التهنئة فضلا عن الذي يشارك، فضلا عن الذي يقيم هذه الأعياد في بيته. تهنئتهم محرمة باتفاق أهل العلم، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر.